قبل القرار ده كل حاجة بدأت بسرعة وبسيناريو ولا في الأحلام، بداية من المقاولين العرب وبعدين انتقالوا لنادي بازل السويسري، النادي اللي أخد معاهم الدوري وثلاث ألقاب فردية، جايزة أفضل لاعب في الدوري، جايزة اللاعب الأكثر شعبية، وجايزة اللاعب الذهبي. ده غير الأداء المذهل اللي صلاح قدمه في دوري أبطال أوروبا وخصوصا ماتشاته قدام تشيلسي. صلاح كان بيجري وبيرقص وبيسجل في مدافعين تشيلسي وفي بيتر تشيك في دوري الأبطال ولا كأنه بيلاعب نادي فاركو في كأس الرابطة، مع كامل احترامنا طبعا لنادي فاركو والكأس الرابطة. كان بيلعب من غير أي ضغوطات، يلعب للمتعة. بعدها يقرر جوزيه مورينيو في 2014 انه يتعاقد معاه في صفقة بالنسبة لمحمد صلاح كانت حلم، الانتقال للدوري الإنجليزي. Premier League is fantastic league. This is my dream. I play in Premier League, but now I play in one of the big team in Premier League. It's fantastic. الصحافة العالمية كانوا متفائلين جدا بالنسبة للصفقة دي، كانوا بيقولوا ان الولد المصري الموهوب ده هيفرق جامد قوي مع تشيلسي. بس الصدمة هنا ان صلاح ما كانش لاقي لنفسه مكان ولا في الملعب ولا حتى في الفريق. مورينيو مش بيلعبه وساعات ما بيبقاش في القايمة اصلا. المدرجات بدأت تهمس وتسأل هو فين صلاح، الصفقة العظيمة اللي قالوا عليها. والصحافة ابتدت تغير كلامها وتتريق على صلاح وتسخر منه وتقول ان جوزيه مورينيو ارتكب غلطة كبيرة لما جابوا لنادي تشيلسي. لاعب عنده 21 سنة في بلد غريبة ودوري غريب، وفجأة بعد ما كان بطل مهم جدا في سويسرا بقى قاعد دكة في تشيلسي. لكن تعالوا نقف هنا شوية.